بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت وحذرت وقلت إن هيبقى فيه مفاجآت في الدور ده بعد الجولة الأولى. ما حدش سمع كلامي، لا بيراميدز ولا النادي الأهلي ولا النادي المصري، وربنا يستر بكرة على الزمالك. الموضوع بجد يعني حاجة تحزن، والله العظيم حاجة تحزن لما بطل القارة السنة اللي فاتت والزعيم يخرج النهاردة بشكل مأساوي ويخسر على ملعبه 2-1. دي في حاجة غلط في الكرة المصرية. والنهاردة بيحصلوا الساعة 9 النادي الأهلي ويخسر على ملعبه 3-2. دي حاجة صدمة غير متوقعة. وهنا هقف دقيقة واحدة. كل ده بسبب جماهير النادي الأهلي اللي هي لو كانت النهارده ما حصلش الشغب في ماتش الجيش الملكي كانت هتبقى موجودة النهارده، وكان الأهلي من أول الشوط الأولاني حسم التأهل. ولكن غياب الجماهير أثر بشكل غير عادي. النهارده ما يحسش بقى إلا لعيب الكورة، بالذات الشوط الثاني. لو الجمهور موجود هو اللي بيرفع من الاداء، بيرفع من الريتم بتاع اللعيبه، بيشجع، بيخلي اللعيب يرجع حتى لو هو تعبان، يرجع ويدوس على نفسه تاني عشان ان هو يبقى في حالته. فهنا انا هشيل اول هام الجماهير اللي هي رقم واحد، رقم اتنين الاداره، رقم ثلاثة اللجان اللي هي بتحمي الاداره وعامله حائط صد. الاهلي ال الاداره تعمل غلط، هم يطلعوا حائط صد وما يخلوش حد يتكلم، واللي يتكلم ينتقدوه ويهاجموه وما اعرفش ايه والحكايه والروايه. ما انتوا كده مش في صالح النادي الاهلي. انتوا وصلتوا النادي الاهلي للمرحله دي. يعني انت الماتش اللي فات بدل ما تقول الاهلي وحش ولازم المدرب يبدا يدي حساباته ويبدا فلان يقعد وفلان ما يلعب وفلان، لا انتوا وديتوا الهزيمه الماتش اللي فات للحكم. قال يعني ده الحكم خدمكم. انا هتكلم بمنتهى الامانه. الحكم كان المفروض يطرد محمد هاني مرتين بعد الانذار. اول هام في الكره اللي هو عمل فيها تاكلين ودخل في ظهر الراجل اللي هو كان بتاع الترجي. تاني واحده ضربه الجزاء اللي جت في ايده، ياخد الانذار التاني ويتكل على الله. واحده ياسر ابراهيم بعد ما خد الانذار داس على رجل الراجل، والحكم عمل نفسه اللي هم دلوقتي بيشيلوه عيسى، مش عارف عيسى ايه، اللي هو بيشيلوه الهزيمه. وبعد كده بالعمري واحده خد فيها انذار والتانية عمل نفسه برضه من بنها. بدل ما كنتوا تضللوا جماهيركم، لا قولوا الاخطاء. انتوا اكتر ناس سكوا مسموع انه الناس بتمشي وراه. كل واحد يكلمني يقول لي الحكم، شفت الحكم ايه؟ ضربة جزاء. احنا هنضحك على بعض؟ ضربة جزاء وياما اتحسبت لكم ضربات جزاء كده. انتوا ناسين ده لسه من كام ماتش بتاع الاتحاد؟ ناسين ولا الراجل ايده جنبه ووقعت على ايده اتحسبت ضربة جزاء؟ مع ان لما بتبقى جت في ايد كوكا مره والمره الثانيه في ياسين مرعي والحكم عمل نفسه من بنها، واخد بالك؟ فانتوا طالما ان هي بتتحسب لكم، لما تتحسب عليكم يبقى عادي، الموضوع عادي. انما انت اللجان خيلت لكل جماهير ولبستهم العمه ان الحكم السبب في الهزيمه. ده انت يا راجل ما رحتش الشوط الاولاني غير بكره تريزيجيه، الشوط الثاني ما رحتش غير بكره بن شرقي اللي هي في نص الجون وقعت من ايد الجون. ده جون اصلا اتشاط عليه والله العظيم من كفر الزيات تخش فيه في الاستاد. الجون اللي كان واقف بس الماتش اللي فات. انما النهارده ما اعرفش كان متالق ازاي، انا ما اعرف. بس كل برضو الكور كلها في ايده، كلها في المحيط بتاعه. فبدل ما تقولوا كده، لا اللجان طلعت تقول لك الحكم. طب الحكم النهارده عمل ايه؟ طب انت خسران على ملعبك ثلاثه، هتقول لي ضربه الجزاء؟ ضربه جزاء. هتقول لي الجون الاولاني اوف سايد، الحمد لله اللي هو الفار جابها لك، ياسر ابراهيم مغطي ب 2 متر. هتقول لي الجون الثالث ده من كورنر واترفعت والراجل حاططها في المقص. فين بقى ظلمك؟ فين انت؟ انتاجك ايه غير ان هو كام شوطه اللي شاطها تريزيجيه في نص الجون؟ انت عملت ايه عشان تكسب؟ ما عملتش حاجه.
وكله الاداره والجماهير دلوقتي بتستخبى في اللجان. شوف بقى اللجان النهارده بقى تكتب ايه؟ وليد صلاح السبب، سبب خروجنا، لان ما احتجش، لان اصلا ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، واحنا كان لينا ضربتين جزاء يا راجل. ده الجون اللي دخل فينا، اللي دخل في الترجي، الجون الثاني، الواد اللي جايبها في ايده مش مروان عثمان، ده الواد جت في ايده ودخلت في الضيق. يعني لو ما كانتش دخلت كانت هتبقى ضربه جزاء. يعني لو ما كانتش دخل الجون كانت هتبقى ضربه جزاء. واخد بالك انت عملت ايه بقى كمدير فني وكلاعيبه في لعيبه نحس، في لعيبه نحس موجوده في التيم. دي حاجه. تاني حاجه، لعيبه لازم تمشي والله عشان يرجع النادي الاهلي تاني. لازم تفور 7 8 لعيبه من اللي انت جبتهم دول، لان هم بوظوا لك اوضه اللبس، قضوا لك على اوضه. وارجع واعمل زي ما النادي الزمالك عمل سقف. نادي الزمالك عمل سقف 15 مليون وماشي اول، اعمل سقف انت راخر. اعمل بدل ما الاسعار عماله 200 مليون جنيه و180 مليون و190. ايه يا عم في ايه؟ ده ما بيعرفوش يلعبوا، والله ما بيعرفوا يلعبوا، والله ما بيعرفوا يلعبوا. وعمال تديهم بس عشان تطلع لسانك وتروح الافتراء وحش، والله الافتراء وحش. اهو انت النهارده صدمت جماهيرك لما جبت لهم الصفقات دي. كله قال لك الاخضر واليابس، الاخضر واليابس، الاخضر. انت جايب لعيبه مبطله، وانا قلت الكلام ده في اول الموسم ومحدش سمع كلامي، وكله عمال يشتمني ويقل ادبه ويهاجمني. ومين اللي اللعيبه اللي مبقى اهو؟ يعني انت جايب تريزيجيه النهارده لازم يعديك الدور ده، هو وبن شرقي وزيزو فين بن رمضان صحيح؟ بن رمضان في ايه؟ الواد ده ما شفتوش بقالي فتره، في ايه؟ يعني ما شفتش اللعيب ده بقاله فتره، ليه كده؟ خير اللهم اجعله خير. بصراحه انتوا صدمتوا الجماهير النهارده، بس لازم تعيدوا حساباتكم، الاداره تعيد حساباتها، وفي اللجان اللي هي بتحامي عنك، اللجان اللي هي بتطلع تقعد ايه توديك في حته تانية. يعني النهارده انا بقول لك اهو، وليد صلاح النهارده ولا هيشيل الليل؟ مع اني ما شفتوش النهارده بصراحه. يعني لا فنيا هو له ان هو يتدخل فنيا، ولا في التشكيل، ولا في التغيير، ولا كان ليك ضربه جزاء عشان ينزل يحتج وان هو يشد الحكم والكلام ده زي ما انتوا واخدين ومتعودين ان انتوا بتنزلوا تعملوا. هو الراجل، انت ما عملتش حاجه عشان الراجل ينزل الملعب ويقول لك انا ليا ضربه جزاء ولا ليا جون ولا ليا فاول ما عملتش حاجه. انت سلبي، انت لعبت. وانا برضو هنا يعني برضو يعني مش هحمل الجمهور كل حاجه، لانك انت برضو في ماتش الجيش الملكي هنا كان في 90,000 متفرج وانت ما كسبتش. فبرضو مش عايزين نعول على الجمهور النهارده كان هيبقى له دور وكل حاجه، وخصوصا بعد ما جبت الجون كان هيفوق اللعيبه، وخصوصا كمان في الشوط الثاني. ولكن اللعيبه بارده، اللعيبه مش مديالك الاحساس ان هي هتقاتل عشان انت تفضل تساندها، عشان ممكن يجيب. احنا متعودين دايما الاهلي بيجيب الدقيقه 90 بيجي يرفع 5 دقايق بتجيب فيها جونين تكسب، وانت خسران تبقى خسران 1-0 وبتكسب 2-1، بتبقى خسران 3-1 بتكسب 4-3 في الوقت بدل الضيع. وده كنا بنشوفه ومتعودين عليه وعارفين ان الاهلي بتاع ال 90 دقيقه، مش بتاع 90 دقيقه، بتاع بعد ال 90 دقيقه. هو ده النادي الاهلي اللي عودنا على كده. انما للاسف انت النهارده بتنزل زي ما بتخرج. اللعيبه اللي يقعد يعمل لي شعره كده، واللي يعمل لي الفانيلا كده ويقعد يبص. انتوا راجعين تاخدوا لقطه يا ابني، انتوا جايين تجيبوا بطولات، انتوا جايبينكم بالمبالغ دي وبوظوا الكوره والمبالغ في مصر عشانكم، عشان تيجوا تجيبوا بطولات. خرجت من كاس مصر ورجعوا اللجان طلعت وقال لك ايه؟ اصل الاتحاد حاطط لنا الماتش في وقت افريقيا وما كانش ينفع. طب ما انت بتلاعب طاهر وبتلاعب حسين الشحات وبتلاعب جراديشار وبتلاعب كان اشرف داري، وكنت بتلاعب الفرقه اللي هي الاساسيه ما عدا ال6 اللي كانوا في المنتخب. واخد بالك؟ وخرجت. طب النهارده ايه الحجه بقى ان انت تخرج النهارده؟ مين تاني بقى اللي الاتحاد حاطط لك ماتش مثلا زي بيراميدز الماتش اللي فات في الكاس اللي هو لعبوا من 3 ايام ولا من يومين، وانت برضه حطيت له الماتش دوت، ويمكن هو اللي كان مؤثر النهارده بدني على فرقه بيراميدز. واخد بالك؟ ولكن انت كل السبل بتبقى متخططه لك كويس. انت العيب فيك انت، انت العيب فيك انت في الصفقات اللي جت،
في اداره الماتشات، في المدرب اللي انت جبته ده، سواء ده او اللي قبليه او اللي قبليه، واخد بالك. وبرضه الناس برضه هيحملوا اللجان، هتحمل تقول لك الراجل، لان واخدين من الماتش اللي فات ان ممكن يمشي ويجي عماد النحاس، فعايزين يشيلوا الراجل. لا، انا شايل الاداره الاول، ثم بعد كده اللجان، وبعد كده بقى اي حد يجي بقى، سواء لعيب سواء مدرب سواء اداري، اي حد. انما انتوا بتسيبوا الدنيا وتمسكوا في حد عشان توجهوا جماهيركم. خلاص الجماهير فهمت، الجماهير النهارده اتخنقت، اتصدمت. فضيحه. السنه اللي فاتت بتخرج من سان داونز على ملعبك، والسنه دي بتخرج من الترجي. والله العظيم الترجي فرقه، مع كل الاحترام طبعا وبنقول لهم مبروك والف مبروك، والله العظيم فرقه اقل من العاديه. انت لو عندك اتنين تلاته لعيب الكوره بيلعبوا الكوره الحقيقيه، مش للشو واللقطه عشان انا اجيب، عشان اروح انا للجماهير، وعشان المواقع، وعشان اللقطه، والله العظيم تكسبها مستريح. ده في فرق هنا في الدوري اقوى منها، والله ويمين يحسبنا عليه ربنا، في فرق في الدوري اقوى منها. فاحنا مش عايزين بقى ايه نوجه الجماهير ان وليد صلاح لا، المدرب لا، ده بفلان لا. وجه الجماهير بقى ان اللجان دي تمشي، لان هي سبب اللي انت بيحصل ده. اي حد بيطلع بيجيبوا قلبه، طب على ايه؟ طب ما هم الناس بتتكلم صح، وجماهير الاهلي عارفه الكلام ده ومتاكده، بس للاسف في جماهير بتنساق ورا اللجان. فقلبي معاك يا وليد النهارده، وقلبي مع تروب اللي هو المدير الفني، لان هي دي اللعيبه بتاعتك اللي انت جايبها له وبيلعبها. الكلام ده لما بيلعبهاش نقول لا الراجل ده مقصر، لا انت جايب له لعيبه بالملايين. يعني في لعيبه، اتنين لعيبه واصلين لوحدهم مليار، ده اتنين بس على جنب لازم يلعبوا ولازم يلعبوا. ما هو انا جايبهم بمليار وقعدهم لحسين الشحات، وقعدهم لاحمد عبد القادر لو كان موجود. يلا بقى هنعمل ايه؟ على العموم جماهير النادي الاهلي المحترمه، اللي هي يعني بتشجع النادي الاهلي بكل قلب وبكل روح، وبتموت نفسها عشانه، النهارده مصدومه صدمه، سواء في الاداره او في اللجان. يعني بجد، يعني لان واحنا قاعدين كله عمال يتصل ويقول لك كابتن الشكل ده هيودينا فين الشوط الثاني، كابتن على الله بس البدني ما يقعش واللعيبه دي تقع، والشوط الثاني احنا عاملين الشوط، اقول لهم الشوط الاولاني ان شاء الله الشكل كويس والفرقه منتشره وكسبانين واحد ان شاء الله، بس نجيب جون تاني نغطي الفرقه دي هتفتح، وممكن يجي فيها الثالث والرابع. ده اللي كان مفروض، ده اللي كان مفروض يحصل. ولكن الناس صراحه يعني كانت حاسه، الناس المحترمه اللي هم الاهلاويه اللي كانوا بيكلموني اثناء المباراه في الشوط الاولاني، او ساعه ما دخل الجون الاولاني بتاع الترجي، وهم كلهم قلقوا ليه؟ لان عارفين ان الفرقه ما بتقدمش كوره، واللعيبه اللي بتلعب. انا عاذر الراجل والله العظيم، لان هو الراجل المفروض عليه اللعيبه دي. ما انت جايب اللعيبه دي، مين هيشيله غير اللعيبه دي؟ مين هيشيله غير اللعيبه دي؟ الليله حزينه لجماهير النادي الاهلي والجماهير مصر طبعا، لان النهارده الاهلي وبيراميدز والمصري، ثلاث فرق اللي من العيار الثقيل في الكره المصريه يخرجوا النهارده، دي فضيحه، والله العظيم فضيحه. وانا قلت هيبقى في مفاجآت، ما حد سمع كلامي. يعني انا بيراميدز الماتش اللي فات يكسبوا، اللي كان هناك يكسبوا، مضيع اكتر احسن من النهارده ما ضيعش. النهارده يا دوبك الجون اللي جابه وخلاص على كده، ودخل فيه جونين سلق بيض، عشان الوقفه وعشان الثقه الزياده والغرور. نفس الكلام النادي الاهلي النهارده، انت جايب جون يعني يعتبر مش معديك، انت مش جاي يعني مش الجون بثلاثه، يعني انت واخد بالك عشان نقول لا ده انت هم كسبانينك واحد هناك، وانت جايب واحد لسه ممكن كان يبقى فيه اكسترا تايم ولا ربنا. فانت ما عملتش اللي انت تضمنه عشان تكسب، وانت لازم تبقى عارف وعندك الحس اكتر من اي فرقه، لانك انت خبراتك وخبرات جماهيرك وناديك والبطولات اللي انت واخدها تشفع ان انت اي حد يلعب لازم يكسب، لازم يكسبك، لان هي دي الاستمراريه. ولكن هنعمل ايه؟
ليله حزينه للاهلاويه، ما تزعلوش، وللكره المصريه بيراميدز والمصري والنادي الاهلي، وربنا يستر بكره على الزمالك. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.